يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر يا اسم مخلوق للخلود. يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر.
تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. في عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر حركة الغرداء بعد 25 من يناير أن ترحب بكم وأن تشكر لكم تشريفكم لها بالحضور في أولى فعاليات لقاءاتنا الموسعة السياسية مع رموز القوى والأحزاب السياسية في مصر. وكما وعدنا في بداية تكوين حركتنا منذ شهرين أن نكون منبرا لكل وطني شريف في أن يبدي رأيه ويشرح رؤيته في القادم من مستقبل مصر، فإننا نبدأ اليوم باستضافتنا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ليشرح لنا برنامجه ويفسر لنا تصوراته عن الغد المصري. وهي ليست دعوة صريحة منا للانضمام إلى الحزب بقدر ما هي دعوة للاستماع والتعلم والحوار ستتبعها خطوات أخرى للاطلاع على كافة الآراء والأطروحات الأخرى لبقية الأحزاب بغض النظر عن اقتناعنا الشخصي بهذا أو ذاك. وإن كنا بدأنا بالحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري فإن ذلك يعود لما يتمتع به أعضائه المؤسسين من سمعة طيبة واحترام بين أوساط العمل السياسي المصري والتقاء الرؤى المستقبلية لكثير منا مع رؤاهم وأفكارهم. ونحن نتيح لهم المجال اليوم ليشرحوا لنا ويوضحوا ما جاء في إعلان المبادئ الأساسية للحزب الذي هو بين أيديكم الآن، ومن منطلق إيماننا العميق بأنه لا ممارسة حقيقية للديمقراطية بدون مناقشة الرأي والرأي الآخر، فإننا سنستضيف يوم الجمعة القادم ومن على نفس المنبر حزب الوسط المصري بقياداته ورموزه. هذا هو دورنا في هذه المرحلة، وهو التوعية السياسية للكافة وحق إبداء الرأي لكل الأطياف السياسية. لقد بنينا هذه الحركة على أساس تنوع أيديولوجيات وأفكار واتجاهات أعضائها. اتفقنا على أن نختلف في الرؤى ولكننا نتوحد من أجل هدف واحد ألا هو مصلحة وطننا ومستقبلنا. ولهذا لا تندهشوا مثلما اندهش البعض من دعوتنا لباقي أطياف السياسة المصرية، فهذا الاختلاف والحوار بشأنه هو الذي يصنع المستقبل المبني على فهم واقتناع. نحن نعلم أن التطورات السياسية تجبرنا على اللهث والركض ولا تترك لنا فرصة لالتقاط الأنفاس، ونحن نعلم أن الإلمام بحقائق ومستجدات المرحلة التي نعيشها مرهق جدا وصعب للغاية، ولكن ما باليد حيلة. إن أردنا مستقبلا يعبر عن طموحاتنا فعلا فعلينا الصبر واحتمال المشقة الحوار، وهذا هو الطريق الوحيد الذي سيجعلنا نبني على أرض صلبة فيرتفع بناؤنا دون أن يقع، وتتحقق أحلامنا دون أن نتعرض لمرارة الانتكاسات. لن أطيل عليكم، ولكن بقيت 3 كلمات قبل أن نبدأ: اعتذار وتحية وإشادة. الاعتذار الواجب منا هو للشعب التونسي الذي حينما قال له المصريون أمام السفارة وعلى المنتديات باسم شعب مصر العظيم احنا اسفين يا تونس، رد التوانسة قائلين: لا اعتذار بين الشعوب الحرة
فتونس ومصر إخوة، ولهذا تلزم التحية بثورتا مصر وتونس اللتان وحدتا شعوبهم ضد الجهل والتخلف والتعصب التي ابتلانا بها أنظمتنا القمعية على مدار السنين الماضية. أما الإشادة فإنها لتلك الروح الجديدة لوزارة الخارجية المصرية، أولا في موقفها الواضح والصريح من إسرائيل في قولها نحترم المعاهدة ولكن عليكم أيضا احترامها في المقابل، وثانيا تعاملها السريع مع أزمة المصريين المعتقلين في السجون السورية أثناء المظاهرات ومتابعتها حتى الإفراج عنهم وعودتهم لمصر، وهذا يحدث لأول مرة منذ زمن طويل. تحية خالصة للخارجية المصرية بروحها الجديدة ووزيرها نبيل العربي.